طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يخاطب قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا. شركة حرات تقدم خدمات مواصلات جيدة. تدريب المرأة العاملة في الإقليم الأوسط. مصادر روسية تؤكد مصرع قائد فاغنر بعد سقوط طائرته. كوريا الشمالية تفشل للمرة الثانية في إطلاق قمر صناعي. اليابان تفرغ المياه من محطة فوكوشيما النووية، والصين ترد بغضب. من العناوين إلى التفاصيل. خاطب الرئيس إسياس أفورقي اليوم قمة البريكس والدول الشريكة المنعقد في جنوب أفريقيا، موضحا موقف إريتريا من النظام العالمي الحالي غير العادل. وقدم الرئيس إسياس أفورقي في الاجتماع الذي حضره أكثر من 65 رئيس دولة وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية شكره لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا على كرم ضيافتهم. وقال إن الاجتماع يعقد في وقت صعب، حيث يقف المجتمع الدولي عند مفترق الطرق بسبب فشل الهيكل الحكومة العالمية الحالي. وأضاف الرئيس إسياس أفورقي أن النظام العالمي ذو القطب الواحد الذي حل محل نظام القطبين بعد الحرب العالمية الثانية قد أغرق العالم في صراع مستمر وعدم استقرار على مدار 30 عاما الماضية. وقال في الوقت الذي يدفع فيه أسياد الهيمنة العالم نحو دمار غير مسبوق، أوضح أن أسياد الهيمنة هم يستخدمون العقوبات التعسفية غير القانونية والأحادية كأداة لمعاقبة الدول التي تريد الحفاظ على استقلالها. وأوضح الرئيس السياسي أن الأصوات ترتفع بشكل متزايد لمعارضة نظام الهيمنة والاستحواذ العالمي وتحقيق نظام عالمي إشراكي وعادل. وشدد يجب على الدول البريكس والمنظمات الدولية الأخرى اتخاذ المسؤولية ليكون لها أهداف واستراتيجيات ملموسة. هذا وقت تمت قمة البريكس 15 التي التأمت من 22 من أغسطس بإعلان ختامي. وقد قرر الأعضاء المؤسسون لمجموعة البريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا رسميا بانضمام الأرجنتين ومصر والمملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى المجموعة في المرحلة الأولى من التوسع من بين أكثر من 20 دولة تقدمت بطلب العضوية. أعلن مدير شركة حرات بالإنابة السيد نغوسي غبرز غابيهير لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا بأن الشركة قدمت خدمات النقل من وإلى أكثر من 4 ملايين شخص في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وقال أن شركة حرات للنقل كان لديها 181 خط مواصلات على مستوى البلاد في عام 2022. وأضافت في النصف الأول من هذه السنة 9 خطوط جديدة في بارونتو بادمي وصنعاء في أنبسة قلباء وأسمر عدي فلسطي وأسمر ميمنة وأسمر كودوبعور وغيرها. وذكر النقل 6.3 مليون مسافر العام الماضي و4 ملايين مسافر في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأشار إلى أن عدد العاملين في شركة حرات للنقل يبلغ 1283 موظفا، معظمهم منتسبين من معهد التدريب المهني الفني هاماموس وعدهالو. وتوظيف عدد كبير من المرأة برخصة الدرجة الرابعة لقيادة الحافلات إلى الأقاليم. وقال رئيس قسم العمليات في شركة حرات للنقل المهندس نهوم سايمون أن الحافلات التابعة للشركة يتم فحصها سنويا للتأكد من سلامتها. وأوضح إصابة خطيرة ومتوسطة ل 150 شخصا ومصرع واحد في الحوادث المرورية التي وقعت في النصف الأول من هذه السنة. وذكر المهنيون العاملون في شركة حرات للنقل أن الحكومة تقدم خدمات نقل المدعومة للجمهور بمصارفات كبيرة، داعين الركاب للاهتمام بسلامة ونظافة الحافلات.
وأشارت النساء العاملات كسائقات في شركة حرارات للنقل إلى تمكنهم من العمل ونقل الركاب في أسمرة ومن وإلى مناطقهم بفضل الفرصة التي أتيحت لهن. قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بتدريب 178 محتاجة في مجالات الخياطة والغزل والضيافة والطبخ لمدة 6 أشهر. وأوضح مسؤول فرع الرعاية الاجتماعية والاستثمار بالوزارة السيد قبراف الساهي في مراسيم التخريج في 24 من أغسطس أن المتدربات ينتمين إلى 16 مديرية في الإقليم الأوسط، بالإضافة إلى 8 أعضاء من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. كما قدمت لهن تدريب الإضافي على ريادة الأعمال وتطوير الأعمال الجديدة وتخطيط الأعمال المتاجر والاستفادة جيدة من القروض لمساعدتهن في عملهن. وقال المدير العام للإدارة والمالية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد أمها كيداني إن أحدى المبادئ الأساسية لشعب وحكومة إريتريا هو رعاية المواطنين المنتجين من خلال إرسال ثقافة العمل الجاد تحت شعار الاعتماد على الذات. وأوضح ممثل الخريجين بأن التدريس سيساعدهم على أن يصبحوا مواطنين منتجين، ووعدت بالقيام بكل ما هو مطلوب منهن لتغيير حياتهن. وفي الختام تم توزيع الجوائز على المتدربات المتفوقات في دراستهن، وتم عرض المنتجات التي أعدتها المتدربات. أجرى مكتب وزارة الصحة في حال حليب وشركائه حملة توعية مكثفة حول الآثار الصحية للتبغ والسجائر في 8 ضواحي في الفترة من 12 إلى 19 من أغسطس. وقد حث رئيس مكتب الصحة الممرض صالح أبو بكر المجتمع على حماية المجتمع من خلال الاعتراف بالمشاكل التي تسببها السجائر والتبغ المنبوذة شعبيا والمحرمة دينيا على المجتمع. في إشارة إلى المحتوى وتأثيرات الصحة، قال الممرض صالح أن هنالك أكثر من 4000 مكونات مماثلة في السيجارة، منها أكثر من 250 خطيرة للغاية، وأن أكثر من 50 مكونا تعرض للسرطان. وقال أيضا أن السجائر تعرض الرئتين للإصابة بأمراض مختلفة غير مريحة، وأن 1.3 مليون من سكان العالم هم ضحايا الإصابة بالتبغ، ويتعرض أكثر من 50% إلى الوفيات. وقال أن عواقب السجائر والتبغ التي تترك في الجداول وما إلى ذلك على الطاولات والكراسي لها أضرار ليست بالسهلة، وعواقب التدخين في الدماغ والرئتين والأوعية الدموية وأنظمة الجهاز التنفسي ليست سهلة. ومنع الإعلانات الجارية سواء بمعرفة أو غير معرفة لجذب المسجرين. وقال الممرض صالح أخيرا أن بينما يقدم الأشخاص الذين يدخنون المشورة المتمثلة في عدم التدخين، فقد حان الوقت للذهاب إلى الجمهور لفهم عواقب التدخين والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والقيام بتوعيات مكثفة في أوساط الجماهير. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أكدت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل رئيس المجموعة ييفيني بريغوجين مع مساعدين له كان على متن الطائرة التي تحطمت قرب موسكو، رغم أنه لم يصدر بعد تأكيد رسمي بذلك من السلطات الروسية. وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز إمبريس ليكسي في منطقة تيفر شمال موسكو بعد إقلاعها باتجاه سان بطرسبورغ. وبحسب مصادر روسية فإن بريجوين قد عاد للتو من رحلة لإفريقيا. وأكدت مصادر رسمية روسية بأنها هيئة الطيران المدني أن بريجوين من بين الأشخاص 10 الذين كانوا على متن الطائرة ولم ينجو منهم أحد. وقالت هيئة الطيران الروسية أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن من الركاب الرجل الثاني في مجموعة فاغنر ديمتري ويتكين. وفي حين عين المحققون موقع تحطم الطائرة وتم رفع جثث الضحايا، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.
فشلت محاولة كوريا الشمالية الثانية لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى الفضاء حسب ما ذكر تقرير إعلامي رسمي، وذلك بعد أشهر قليلة على تحطم صاروخ فضائي أطلقته بيونغ يانغ وسقوطه في البحر بعد دقائق على الإطلاق. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون قد جعل من وضع قمر صناعي للتجسس أولوية قصوى، قائلا أن ذلك بمثابة توازن ضروري للوجود العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة. وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء أجرت ثاني عملية إطلاق لقمر التجسس ميلينغوانغ واحد بواسطة الصاروخ الحديث تشوليم وان في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية بمنطقة تشوسلان في مقاطعة بوانغان الشمالية. وأضافت الوكالة أن رحلة الصواريخ في المرحلتين الأولى والثانية كانت عادية، لكن الإطلاق فشل بسبب خطأ في نظام التفجير الطارئ خلال المرحلة الثالثة. بدأت اليابان تفريغ المياه من محطة فوكوشيما المتضررة بشكل كبير إلى المحيط الهادئ، ما دفع الصين لحظر استيراد جميع المأكولات البحرية من جارتها. وبعد أن بدأ تفريغ مياه تعادل كميتها محتوى نحو 540 مسبحا أولمبيا خطوة كبيرة باتجاه وقف تشغيل الموقع الذي ما زال خطرا بعد 12 على كارثة نووية تعد من بين الأسوأ في العالم. وشددت اليابان مرارا على أن المياه الملوثة لن تؤدي إلى أي أضرار، وهو موقف تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. لكن الصين حذرت من أنها ستؤدي إلى تلوث المحيط وسارعت بالرد، واصفة ما قامت به اليابان بالعمل الآناني وغير المسؤول. كما حظرت الصين استيراد جميع المأكولات البحرية من اليابان لتدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن التلوث بالمواد المشعة. وعبر صيادون في اليابان أيضا عن معارضتهم لتفريق المياه. دخلت الهند التاريخ عندما هبطت مركبتها الفضائية تشاندريان 3 بنجاح على القطب الجنوبي للقمر، الذي اعتقد أنه مصدر محتمل للمياه والأكسجين، وذلك بعد أيام من إخفاق مهمة روسية مماثلة. وهبطت المركبة الهندية قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف كثيرا، وهو ما يشكل سابقة عالمية في برنامج فضائي ومحطة تاريخية لدولة من أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، والتي انضمت إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر. ويأتي نجاح اليوم للبرنامج الفضائي الهندي الذي يشهد ازدهارا بعد 4 سنوات من إخفاق كبير حين فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى القمر. كما يأتي نجاح الهند اليوم بعد أيام قليلة على تحطم المسبار لونا 25، وهو الأول الذي ترسله روسيا إلى القمر منذ العام 1976. تذكير بأهم العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يخاطب مجموعة بريكست في جنوب أفريقيا. شركة حرات تقدم خدمات مواصلات جيدة. تدريب المرأة الراعية في الإقليم الأوسط. مصادر روسية تؤكد مصرع قائد فاغنر بعد سقوط طائرته. كوريا الشمالية تفشل للمرة الثانية في إطلاق قمر صناعي. اليابان تفرغ المياه من محطة فوكوشيما للنووية، والصين ترد بغضب. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.